السلام عليكم، أنا أنس خالد حابب النهارده عنوان أفضل 10 أفلام مصرية في 2016. وطبعا من غير ما نطول في المقدمة نروح على المركز العاشر على طول. لف ودوران. اختلاف كبير جدا في الفيلم ده وآراء من هنا وآراء من هنا، واللي يقول لك فيلم سيء ومن أعر أفلام أحمد حلمي. لا يا جماعة مش الدرجة دي. فيلم لو عملت قائمة أفضل 10 أفلام في 2016 أنت لازم تحطه في القائمة دي على الأقل المركز العاشر زي ما أنا حطيته. فيلم ككوميديا هو كويس، على الأقل كتصوير، على الأقل كأداء تمثيلي، ككيمياء بين تونس الغانم وأحمد حلمي. فيلم مفيهوش أداء تمثيلي واو، مفيهوش الكوميديا واو، مفيهوش التصوير واو، بس عمل كل حاجة من دول بشكل حلو، بشكل وسط. مش تطلع متضايق من الفيلم، بل بالعكس أنت تخرج مبسوط من الفيلم. فحقيقي فيلم كويس جدا ويستاهل المشاهدة. مش من أفضل أفلام حلمي، بس فيلم حلو جدا وهتستمتع بيه ويستحق المرتبة دي صراحة. ونروح للمركز التاسع. فيلم أوشن 14، واللي في ناس كتير جدا يعني بحسها اللي هو عمالة تنتقد على الفيلم وخلاص، وفي فترة كبيرة لم يكن من ساعة ما الفيلم نزل لغاية دلوقتي. لا يستحق إن احنا نقول عليه مظلوم إعلاميا. يا جماعة الفيلم من أفضل الأفلام الكوميدية اللي نزلت في السنين الأخيرة. فيلم ككوميديا من أوله لآخره صريخ ضحك. في مشهد معين في الفيلم أنا ضحكت فيه كصريخ ضحك مرة واتنين وتلاتة وأربعة. فحقيقه فيلم حلو جدا ومن أفضل الأفلام الكوميدية واللي لازم فعلا تتفرج عليها. لو أنت عايز فيلم كوميدي تستمتع وتضحك فعلا فيه لازم تتفرج على الفيلم ده. ونروح للمركز التاني. فيلم حملة فريزر، من أحسن أفلام شيكو، مش من أفضل الأفلام اللي ممكن تشوفها، بس كفكرة هي من أفضل الأفكار اللي ممكن تشوفها. كطريقة تقديم بشكل حلو. ككوميديا في الفيلم، لا الفيلم فيه كوميديا كويسة جدا. فحقيقي هو فيلم حلو جدا ويستاهل المشاهدة. نروح للمركز السابع. فيلم جحيم في الهند. في ناس كتير مختلفة على الفيلم ده، واللي يقول لك فيلم حلو، بس الميزة هنا إن اختلاف إيجابي. يعني في ناس شايفاه فيلم كوميدي حلو، في ناس شايفاه فيلم كوميدي تقيل قوي، في ناس شايفاه فيلم كوميدي هو أفضل فيلم محمد إمام. مش أفضل فيلم محمد إمام، بس هو فيلم كوميدي حلو جدا صراحة ويستاهل المشاهدة. نروح للمركز السادس. فيلم البر التاني. معنى قمة قصة مأساوية في الفيلم ده، دراما ومشاهد حزينة وقفلة محزنة إلى حد كبير. حقيقي فعلا أنت عايز تخش في دراما وفي قصة حزينة وواقعية تتفرج على الفيلم ده. الأداء التمثيلي فيه مش واو، الموسيقى فيه مش واو، الإخراج فيه مش واو، بس مدى تأثير القصة والإسقاطات على الواقع ومدى نقلها للواقع مش طبيعي. فيلم حقيقي فعلا حلو جدا ومحسن جدا. بصراحة هو فيلم حلو ويستاهل المشاهدة ويستحق المرتبة دي. ونروح للمركز الخامس. فيلم اشتراك، من أفضل الأفلام الإخراجية ومن ضمن الأفلام اللي بتتصور في لوكيشن محدود، في لوكيشن ضيق. احنا يعتبر في عربية بوكس لمدة 90% من مدة الفيلم. انت فاهم اللي هو 90% من مدة الفيلم انت جوه اللوكيشن ده بس. فاهم الفكرة؟ ومع ذلك مفيش دقيقة ملل. ومع ذلك السيناريو مكتوب عالمي، عالمي فعلا. اللي هو فيه كمية مشاهد في الفيلم ده رائعة، كإخراجيا، ككتابة، كسيناريو. كان إبداع صراحة. واللي بالنسبة لي إبداع فعلا في الفيلم ده هو الإخراج والسيناريو. المخرج والمؤلف أبدعوا في الفيلم ده، والأداء التمثيلي برضه كان حلو فيه، من يعتبر من أغلب القصة اللي كان موجود في الفيلم. فحقيقي هو فيلم عظيم ومن أفضل الأفلام اللي ممكن تشوفها في آخر كام سنة. ونروح للمركز الرابع. فيلم مولانا. معنى كلمة إخراج حلو وأداء تمثيلي عالمي وسيناريو ولا أروع. حقيقي فعلا القصة بتاعت الفيلم هي أقوى شيء فيه، والأداء بتاع عمرو سعد عالمي بالذات في المشهد الأخير. الإبداع ده، عايز تستمتع بعمرو سعد وعايز تستمتع بسيناريو ليه معنى وفيلم تقيل، لازم تتفرج على فيلم مولانا. بيقدم معنى إسقاطات كتير جدا على الواقع، نقل حاجات كتير جدا من الواقع. فيلم حقيقي عظيم وبيقدم حاجة. نروح للمركز الثالث. فيلم الهرم الرابع، من أفضل الأفلام في آخر 10 سنين، وأفضل فيلم لأحمد حاتم، وأفضل فيلم اتكلم عن القرصنة الإلكترونية أو عن الهاكر بشكل عام. قدمها بطريقة جميلة، الريتم فيها كان حلو، النهاية كانت جميلة، الأداء التمثيلي، القصة، طريقته وهو بيحكي مع نفسه. حقيقي فعلا فيلم عظيم ومن أفضل الأفلام اللي شفتها كعمل مصري في الفترة الأخيرة، ويستحق المرتبة دي عن جدارة الصراحة. ونروح للمركز التاني. فيلم من 30 سنة، من أكتر الأفلام اللي استمتعت بيها لأحمد السقا، إن لم يكن أكتر فيلم استمتعت بيه للسقا. فيلم عظيم، معنى كلمة فيلم عظيم ومظلوم. أكتر فيلم حلو اتظلم في آخر 10 سنين. اتظلم كتجاريا، اتظلم كإعلاميا، اتظلم في حاجات كتير جدا، لدرجة إن في ناس ممكن تذكر أحسن أفلام للسقا ما تحطش من 30 سنة.
في ناس ممكن تذكر افلام حلوه ما تفتكرش ان في فيلم نزل اسمه من 30 سنه اصلا، انت متخيل؟ والناحيه التانيه هو مش فيلم عادي، هو فيلم عالمي، عالمي فعلا يا جماعه. فحقيقي هو فيلم مظلوم. القصه اللي اتقدمت حلوه قوي، الاداء كان حلو جدا، الاغنيه اللي في الفيلم بتاعت حماقي كانت موفقه واتحطت في توقيت ممتاز. نهايه، الريتم، اخراج، التويست اللي في الاخر، التويست ايه ده، في تويست واثنين وثلاثه في الاخر. فيلم عظيم جدا صراحه، يستحق المرتبه دي، وكان نفسي اديله المرتبه الاولى، بس المركز الاول كان عالمي برضه، ونروح المركز الاول. فيلم هيبتا، من اكتر الافلام الممتعه اللي ممكن تشوفها في حياتك، سواء فيلم مصري اجنبي، ده من اكتر الافلام الممتعه فعلا اللي ممكن تشوفها. وافضل فيلم مصري رومانسي ممكن تشوفه، كاداء تمثيلي، كرومانسيه، كقصه، كنهايه كانت مؤثره جدا، كريتم، حقيقي فعلا، كطريقه سرد. وفكره ان الفيلم يتكتب من روايه، ده بالنسبه لي اعرف ان الفيلم هيبقى عظيم. فحقيقي فيلم عظيم، اتقدم بشكل جميل، طريقه السرد كانت كويسه، الاداء التمثيلي من كل الممثلين كان حلو جدا، وبينهم كيمياء مش طبيعيه. فحقيقي هو يستحق المرتبه دي عن جداره، افضل فيلم في 2016 بالنسبه لي، وافضل فيلم مصري رومانسي شفته في حياتي. وبس كده، اول حاجه ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.